كل سنة وانتم طيبين حبايبي، عيد اضحى مبارك. انا عارفة طبعا ان اللحمة مالية السوشيال ميديا، عشان كده حبيت اعمل معاكم وصفة مختلفة النهاردة، وهي صينية الخضار المشوي بالفراخ. حاجة جميلة في صينية واحدة وبتتبيلة زي الفل وسهلة. بس اول مرة تشوفوني، انا اسمي نانا عادل، ويلا نبتدي الوصفة. هنجيب معلقتين من معجون الصلصة. ده صلصة بيتي انا عاملاها في البيت، الصراحة جميلة جدا وهبقى انزلها معاكم. واحط معلقة كبيرة من دبس الرمان، ولو مفيش دبس رمان نحط معلقة عسل اسود البديل ليه. وهنحط يا اما علبه زبادي، يا اما لو مفيش زبادي هنحط نص كوبايه لبن زي ما انا عامله كده بس يكون دافي، وتحط عليه نص ليمونه وتقلبه لغايه لما يعمل تكتلات كده، ونستخدمه في التتبيله. يا ده يا ده، اللبن او الزبادي الصراحه جميل جدا في تتبيلات المشاوي لانها بترطب قوي. واحط معلقتين صغيرين من بهارات الفراخ اللي قلت لكم عليها قبل كده، جميله وبتغنيني عن اي توابل تانية خالص. ونقلب بقى كل الكلام ده مع بعضيه، ونبتدي ان احنا ندوق ونشوف ملحه. لو احتاج ملح انا هحط شويه ملح تاني صغيرين وبس كده. بجد التتبيله دي سهله ومفيش احلى منها في المشاوي، جميله جدا. انا طبعا الفراخ عاملاها في محلول الماء اللي عملته معاكم قبل كده، ومصفيها جدا ومنضفاها، وهحطها في التتبيله واسيبها بقى لمده ساعه، او على حسب لو مستعجلين نص ساعه، على حسب عقبال ما نحضر الخضار بتاعنا. الخضار بتاعي هنا كوسه وجزر وبطاطس وبصل. طبعا في خضار بيستوي بسرعه زي الكوسه قطعوه كبير شويه. انا الفراخ هنا اتبلت معايا، هحط عليها بقى الخضار. والافضل ان انتوا تشيلوا الفراخ في المرحله ديت وتحطوا الخضار على التتبيله على طول، علشان تعرفوا تقلبوه كويس، لان كانت الموضوع كان صعب شويه وانا بقلبه. بس الافضل تحطوه على التتبيله على طول. انا عايزه الخضار طبعا يشرب من تتبيله الفراخ عشان ما يحتاجش مني اي توابل تانية. وممكن ترشوا شويه ملح على الخضار هنا في المرحله ديت لو احتاجتوا الملح. وهنبتدي نرص الفراخ بتاعتنا ونغطيها بالفويل. لو مش متوفر فويل مفيش مشكله، بنحطها في الفرن الرف الوسطاني لمده ساعه، او على حسب فرن كل حد يعني. احنا بنغطيها عشان بنحافظ ان الفراخ ما تنشفش، بس برضو لو ما فيش فويل عادي. واول ما تستوي نحطها تحت الشوايه. بس بصوا بقى، هتشوفوا معايا الفراخ وهي يعني هفتحها لكم كده تحسوا قلبها ابيض خالص بسبب محلوق النقع اللي انا عملته معاكم قبل كده في وصفه الوينجز. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك لو عجبتكم الوصفه. دمتم بخير وكل سنه وانتم طيبين. شكرا.